بما ان الاعلاف في الفترة الاخيرة بقت غالية جدا وبنسمع فيها اسعار مهولة، فلازم تدير امورك وتستخدم بديل العلف لتسمين الطيور بتاعتك. من النهاردة ما عدتش محتاج تشتري اعلاف ولا تشتري بيض، لان العلفة اللي احنا هنعملها رهيبة جدا في زيادة الاوزان، وبنحقق اعلى معدلات وزن خلال التربية. لو استخدمنا العلفة دي ب10 جنيه بس هنقول باي باي للعلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، وتحطوا لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض علفة قوية جدا للطيور بتاعتنا، افضل بديل للبروتين ب10 جنيه بس، في مجموعة من الفيتامينات ومن المعدن العالية جدا اللي بتساعد الطيور على التحويل السريع، وهنحقق بإذن الله أعلى معدلات أوزان خلال دورة التربية. وكمان رهيب جدا في زيادة إنتاج البيض، غني بالأوميجا 3، وكمان بيدي الطيور بتاعتنا مناعة قوية جدا، بيفتح الشهية وكمان سهل الهضم، يعالج الالتهابات الداخلية، وكمان بيحسن من مقاومة الأمراض والفيروسات. الأوميجا 3 الدهني موجود فيه بكميات عالية جدا. أصعب نوع فيتامين بيكون صعب توفيره للطيور عامة هو البروتين، وده اللي بيكون المسؤول رقم 1 عن تسمين ورفع الأوزان بتاعة الطيور ورفع المناعة وزيادة إنتاج البيض. موجود في العلفة دي البروتين بكميات عالية جدا، أفضل بديل للبروتين لتسمين الطيور وزيادة الأوزان ب10 جنيه بس. هنوفر فلوسنا ووداعا لشراء العلف في الطيور بتاعتنا بحاجات بسيطة جدا، كمان هنزود أرباحنا وهنوفر مجهودنا، والدورة بتاعتنا هتخلص على أقل وقت بإذن الله. البط بتاعنا هيوصل ل9 كيلو في خلال 3 شهور ونص بس، هنحصل على أعلى معدلات الوزن. وبالنسبة للفراخ البلدي فهو رهيب جدا في زيادة إنتاج البيض. لو الفراخ بقى بتاعتك عمرها 3 شهور 4 شهور لسه ما بقتش تبشر معاك، فبدل ما تستخدم المكون ده هتلاقي زياده في انتاج البيض الغير طبيعيه. لو الفراخ بتاعتك بتبيض فعليا فهي هتزود معاك من حجم البيضه، وكمان هتزود من انتاج البيض. العلفه دي خطيره جدا، فيها فوائد غير طبيعيه، مكون ب10 جنيه بس هنقدر نعمل من خلاله حاجات كتيره جدا، هنوفر وقت وهنوفر مجهود. طب ايه هو المكون ده؟ طبعا هو سمك البط اللي بيبقى صغير الخالص ده زي ما انتم شايفين، علشان لما البط بتاعنا يجي يبلع ما يقفش في زوره او الشوك بتاعه يعور زوره، لازم سمك البط يكون صغير كده. سمك البط الكيلو بكام؟ الكيلو ب10 جنيه بس، فيه فوائد غير طبيعيه. السمك ده بيعتبر افضل بديل للبروتين المستخدم في تسمين البط، لان السمك بيحتوي على نسبه مرتفعه جدا من البروتين ومجموعه فيتامينات ومعدن اللي بتساعد الطيور على التحويل السريع، وهنحقق اعلى معدلات اوزان خلال دوره التربيه. وبما ان الاعلاف بقت في الفتره الاخيره بقت غاليه جدا، فلازم تدير امورك ببديل التسمين عشان توفر معاك شويه في المصاريف. واذا كنت بقى بتربي البط بغرض الاستفاده بلحمه واكله او بغرض التجاره، فلازم في نهايه الدوره تحس انك برضو جايب همها معاك كده وطلعت باستفاده او بربح يشجعك انك تكمل التربيه تاني. واصعب نوع فيتامين بيكون صعب توفيره للطيور عامه هو البروتين، وده اللي بيكون المسؤول رقم 1 زي ما قلت لكم عن تسمين الطيور وزياده انتاج البيض ورفع الاوزان ورفع المناعه. البروتين في العلف بيتوفر في فول الصويا بس، وعشان كده الفول الصويا غالي شويه، لكن بديل العلف فيه فيتامينات كتيرة وبروتين كتير. افضل بديل للبروتين موجود في سمك البط، بيساعد على رفع المناعة، وبيساعد على زيادة الاوزان وزيادة انتاج البيض، بيعالج امراض متعددة. السمك مصدر قوي جدا للبروتين وهو مفيد للطيور واي كائن حي عامة، حتى الانسان نفسه. السمك بيحتوي على نسبة عالية جدا من البروتين، بتوصل في كل 100 جرام ل 25 جرام من البروتين. ايه هي العلفه اللي انا مقدماها للطيور بتاعتي النهارده؟ طبعا جبت السمك اللي انا جايباه وسلقته كويس جدا وفرزته في التلاجة، خدت اللي انا محتاجاه منه بس، وحطيت الباقي في الفريزر. لما اجي اعمل علفه تانية للطيور هطلعه واستخدمه على العلفه اللي احنا هنعملها. سلقنا السمك كويس جدا، بعد كده هنطبخ الدشيش معانا. طبعا احنا عارفين طريقه الدشيش بتطبخ ازاي. بعد كده هنجيب رجيع 2 كيلو رجيع او كيلو رجيع على حسب حجم الطيور اللي عندنا او القطيع اللي عندنا، بياكل قد
قد ايه وهنحطه على العلفة بتاعتنا. انا بس عايزة اوضح نقطة كده، في ناس مفكرة ان الرجيع بيخفف الاوزان والردة بتقل الاوزان. الردة بتنمو على زيادة، بتخلي الريش بتاع الطيور بتاعتنا ينمو بسهولة، لكن هي بتخفف الاوزان. الرجيع بقى بيتقل الاوزان. واول حاجه هنقولها في مميزات السمك والفيتامينات والمعدن اللي موجوده في السمك، زي ما قلنا كل 100 جرام من السمك بيحتوي على 25 جرام من البروتين، و121 جرام سرعة حرارية، و2 جرام دهون، و13% كالسيوم، و71% حديد، و381 صوديوم، و63% من الكوليسترول. كمان السمك مصدر قوي جدا لانه بيمد الطيور بعنصر الاوميجا 3 والفيتامين د اللي بتدوروا عليه، وبيرفع من قوة الجهاز المناعي وبيدي الطيور بتاعتنا مناعة قوية جدا. وكمان بيعالج الالتهابات الداخلية وبيحسن من مقاومة الامراض والفيروسات. والاوميجا 3 الدهني بيكون طبقة دهنية تحت الجلد بتعمل كحماية الطيور من نزلات البرد في الشتاء او في الصيف. وكمان بيحتوي السمك على الكالسيوم المفيد لتقوية العظام وتغذية الريش ورفع كفاءة وكمان بيساعد معانا على زيادة إنتاج البيض الخالي من العيوب. نسبة البروتين العالية في السمك بترفع كفاءة تحويل الأوزان وبتوصل الطيور بتاعتنا لأوزان غير طبيعية. وكمان بننتج بيض خالي من العيوب وزيادة في إنتاج البيض الغير طبيعية. ايه هي الطريقة لتقديم السمك للطيور بتاعتنا لرفع الاوزان وزيادة انتاج البيض؟ لازم السمك يكون مغسول كويس جدا ومسلوق بحيث انه يكون خالي من اي بكتيريا تضر الطيور بتاعتنا. السمك الصغير احسن من الكبير بكتير جدا، وده لان الشوك ممكن يضر البط وقت البلع. ممكن نقدمه كوجبة واحدة فقط في اليوم او نتم اضافته كمكمل بروتين في بواقي الاكل. زي ما احنا عاملين كده، نعمل خلطة كده من الدشيش ردة رجيع اللي احنا حابينه ونضيف عليها السمك، ده بيبقى مكمل بروتين ومكمل الاوزان والحاجات دي. او ممكن برضو نحطه كوجبة واحدة كده بس، نقدم السمك للبط بتاعنا كده بس من غير ما نحط عليه اي حاجة. او ممكن السمك المسلوق ما نسلقوش خالص، نجففه كده نحطه في الشمس، نغسله كويس جدا ونحطه في الشمس، وبعد ما نجف خالص ونتاكد ان السمك بقى مجفف معانا هنطحنه ويتم اضافته على العلف لمقدار الطيور بتاعنا. يعني ممكن مثلا لو احنا هنحطه الفراخ البيضة نجفف السمك ده خالص وبعد كده نطحنه بحيث ان هو يبقى معانا زي البودرة كده، بعد كده نحطه بقى على العلف اللي احنا بنقدمه للطيور او على الدشيش، يعني بيبقى زي البودرة كده تم اضافته على العلفة اللي احنا بنقدمها للطيور بتاعتنا. ويجب تقديم السمك للبط بعد وصول عمر البط ل45 يوم، ولا يتم تقديمه للبط الصغير. لازم بعد ما البط يعدي 45 يوم نستخدم بقى السمك ليه. ما ينفعش نقدم السمك للبط وهو عمره صغير. العلفة دي فيها فوائد غير طبيعية للطيور بتاعتنا. اول حاجة ودي اهم حاجة ان هي بتوفر معانا جدا في الاعلاف. ب10 جنيه بس هنقدم السمك للطيور بتاعتنا وهنعلفهم علفة قوية جدا، هنزود الاوزان وكمان هنزود من انتاج البيض وهنحصل على اعلى معدلات الاوزان، هنرفع المناعة بتاعتهم. وكمان السمك ده بيعتبر مضاد حيوي قوي جدا بيقضي على جميع الامراض اللي ممكن تيجي للطيور بتاعتنا. وفي نسبة من البروتين العالية جدا والفيتامينات والكالسيوم والكوليسترول والصوديوم والحديد والدهون، وبيبقى فيه كميات عالية جدا من البروتين. زي ما قلنا كل جرام من السمك بيبقى فيه 25 جرام من البروتين، ودي اهم حاجة علشان البروتين ده هو اللي بيرفع كفاءة التحويل وزيادة اوزان الطيور بتاعتنا وزيادة انتاج البيض، وبيخلي الطيور بتاعتنا بسم الله ما شاء الله يومها بيومين توصل معانا الاوزان غير طبيعية، وكمان تزود معانا من انتاج البيض والمناعة بتاعتها تبقى مرفوعة وتقدر تكون من الامراض والفيروسات. وكمان الاوميجا 3 بيكون طبقة كده دهنية تحت الجلد بتعمل كحماية للطيور بتاعتنا من نزلات البرد او الفيروسات او اي امراض ممكن تيجي للطيور بتاعتنا. وكمان الكالسيوم ده موجود في السمك وهو مفيد جدا لتقوية العظام وتغذية الطيور بتاعتنا. الوجبة دي او العلفة اللي احنا عاملينها النهاردة متكاملة العناصر الغذائية، فيها فوائد غير طبيعية للطيور بتاعتنا، واهم حاجة ان هي بتوفر معانا وبتدير امورك كده ببديل للتسمين علشان توفر معاك شوية في المصاريف. لو بقى بتربي البط بغرض الاستفادة بلحمه
او اكله يعني، فهتستفاد برضو وكمان هتزود ارباحك وهتوفر بشكل كبير جدا. لو بقى بالتجارة فانت هتكسب بالالوفات. لازم بنهاية الدورة كده تحس انك برضو الدورة كده جايبة همها معاك وتطلع باستفادة كده او بربح يشجعك انك تكمل التربية تاني. السمك ده تحويل غير طبيعي في تحويل الاوزان، بيحقق اعلى معدلات الوزن بتاع الطيور بتاعتنا، بيديلهم مناعه قويه جدا، بيفتح الشهيه وكمان سهل الهضم. في فيتامينات متعدده زي فيتامين د، وده موجود فيها بكميات عاليه جدا، وفيتامين ج وفيتامين ه وفيتامين ك، من فيتامين باء 1 لحد فيتامين باء 9. في كمية من الفيتامينات العالية جدا، يعتبر صيدلية متكاملة وليه قدرة رهيبة جدا في التخلص من مشاكل سوء التغذية. في فوائد غير طبيعية، وكمان وداعا لشراء العلف هنعرف الطيور بتاعتنا ب10 جنيه بس هنحصل على اعلى معدلات الاوزان، وهنحصل كمان على زيادة في انتاج البيض خالي من العيوب العالية جدا. البروتين ده زي ما قلت لكم بيتوفر في العلف وبيتوفر في فول الصويا بس، عشان كده هنلاقي العلف غالي شوية وكمان فول الصويا بيبقى غالي جدا. ب10 جنيه بس جبنا بديل البروتين للطيور بتاعتنا. يا رب يا حبايب قلبي الفيديو ده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه بشكل كبير جدا، ولو استفدتوا فحطوا لايك، ومع السلامة اشوفكم في فيديو جديد.